الهروب فيلم تركي انتج عام 1984. فيلم رائع وجميل وبيعتبر من أجمل الأفلام التركية في الثمانينات. وبيحكي الفيلم عن امرأة بغاية الجمال والأنوثة تدخل سجن النساء، حيث بيكون عالم غريب عليها، وسبب دخول السجن بيكون الثقة والحب، وبتعيش لحظات الخوف داخله وأثناء الهروب منه. والآن بنبدأ الفيلم، ولكن قبل أن نبدأ أرجو منكم الاشتراك بالقناة وما تنسي اللايك كتشجيع منكم لنا. وهلأ بنبدأ، حيث بنشوف عائشة داخلة على السجن بتهمة قتل زوجها، أو بالأحرى عشيقها، يلي مخلفة منه بنتين. ليش قتلته شوي وبنعرف. وبالسجن بتلاقي معظم السجينات بيعانوا من الكثير من الأمور، منها العاطفي والاجتماعي والجسدي والكثير. وبيكون في حارس بالسجن واسمه محمود، وبنلاحظ على محمود إعجابه الشديد بعائشة، وبنعرف إنه سبب قتل عائشة لعشيقها ودخولها السجن هو إنه كان وعدها بالزواج وخلف منها بنتين وما كان يتزوجها، وبالأخير اكتشفت إنه متجوز بنت عمه الواطي، لهيك قتلته. وبعدها بتقرر عائشة إنه تهرب من السجن، وبتستغل إعجاب محمود لإلها من أجل الهروب. هون بتصير بتغريه، وبنفس الوقت بتمانعه وبتقله إذا بدك هالشي لازم تطلعني من هون وتاخدني على بيتك يا بيبي، وهونيك أنا وقتها بكون ملكك ولإلك. وفعلا بيرسم خطة لتهريبها وبتنجح بالهروب، بس ما بتروح لعنده، بتروح لعند جماعة أصحابها، وهونيك بياخدها صاحب البيت على مقلع للحجارة حتى تشتغل فيه وبتكون بأمان. وبتوصل وبتشتغل بالمطبخ، وبيكون المكان كله رجال وهي المرة الوحيدة، وكل الرجال بيكون عيونهم منها، والكل بتوقع بنفسه عائشة. مين منا ما وقعت بنفسه؟ المهم، بس هي بنلاحظ عليها إعجابها الشديد بمدير المقلع، حيث بتكون عم بتراقبه وناطرة اللحظة المناسبة اللي تكون معه. وفعلا بتجي هاللحظة، حيث بيكون صاير معه التواء بالكاحل المسكين وعم بتساعده عائشة اللطيفة. بس فجأة بيبرع عليها ظهرها وبيصير يعمل لها هو مساج، والمساج بيتحول لساعة حظ مع معذبة القلوب عائشة خانم. وتاني نهار الصبح بتتفاجأ بقدوم محمود لعندها، وبتهرب وبتسافر لعند ولادها يلي هربت كرمالهم. وفعلا بتوصل لعندهم، بس للأسف بتكون الشرطة ناطرتها وبتلقي القبض عليها. وبنشوف مشهد درامي وعاطفي ما شفنا مثله بتاريخ السينما التركية، وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.